أعزائي مشاهدي برنامج إيفنت المليجي، مساء الخير عليكم، وحلقة جديدة مميزة سوف تنال إعجابكم بمناسبة العام الجديد. عام 2018 سنة سعيدة عليكم وعلى شعب مصر، وكل سنة وأنتم طيبين، وهابي نيو يير على شعب مصر، وسنة سعيدة عليكم يا رب. عام جديد مملوء بالحب والأمان والخير والرزق والسعادة لكل شعب مصر. والنهاردة هتبقى حلقة جديدة ومميزة وجميلة مع فنان صاعد موهوب وشاعر متيم في حب مصر. وضيوف الحلقة اليوم الشاعر الكبير المتيم في حب مصر، الشاعر المتميز بإحساسه وبديواناته، الشاعر الكبير المتيم في حب مصر، وهو كان ضيفنا في كذا حلقة، وشيء شرفنا يكون ضيفنا في جميع الحلقات، الشاعر الكبير رأفت حسن. وكمان ضيفنا المطرب الصاعد الموهوب النجم الجميل الفنان شريف الششتاوي. وعام جديد سعيد عليكم، وفاصل ونواصل مع ضيوف الحلقة. أعزائي المشاهدين، بعد ما رجعنا لكم بعد الفاصل، نحب نرحب بضيوفنا الشاعر الكبير المتيم في حب مصر، الشاعر رأفت حسن. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك وبالبرنامج وبالقناه ومطربنا العظيم استاذ شريف. ونحب نرحب بالفنان الكبير الفنان الصاعد الموهوب الفنان شريف الششتاوي. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. النهارده حلقة إن شاء الله هتكون جديدة ومميزة. طبعا حلقة اليوم عن العام الجديد سنة 2018. كل سنة وأنتم طيبين. حضرتك طيب. طيبين ومصر بخير ان شاء الله. إن شاء الله. أولا أحب أبدأ بسؤالي بالنسبة للشاعر المتيم في حب مصر، الشاعر رأفت حسن. بمناسبة العام الجديد، إيه أهم الأحداث لعام 2017؟ هي 2017 احداثها كثيره، واللي عمله السيسي في 3 سنين يعمل غيره في قرون. كفايه الارهاب قرب ينتهي تماما تماما. افتتاح النبض الاتفاق النووي مع روسيا، ودي احلى محطه هتفتح على مصر. انفاق قناه الاسماعيليه اللي خلصت، ده انجاز عمره ما حصل. انجازات السيسي لا تعد ولا تحصى، انه فعلا رجل لهذا الزمان. الله يبارك له ويخليه لمصر. وبرضه وصول مصر لكاس العالم في عهد رئيس السيسي بعد من سنه 90، ده انجاز اخر. وقال لك قال كلمه، طول ما احنا ايد واحده ما تخافوش على اي عدوان خارجي. وهو خايف مننا، وانا بطمنك يا ريس، الشعب المصري كله ورا ظهرك وايد واحده، ويساندك فتره تانيه وثالثه ورابعه لمدى الحياه يا ريس. يعني كده نقول للشاعر رأفت حسن كده بالنسبه لاثنين انجاز كبيرين في 2017. وصول المنتخب المصري لكاس العالم ده انجاز كبير، بالنسبه من سنه 90 ل 2017 ده انجاز كبير لوصول المنتخب لدوله روسيا في كاس العالم. وطبعا لان احنا نهينا على الارهاب في عهد الرئيس السيسي، دي حاجه جميله جدا. والمشاريع الكتيره والانفاق اللي بتتعمل، واتفاق المشروع النووي مع روسيا، اتفاقات لمصر. مصر خير، خير قادم بزياده ان شاء الله لمصر. ان شاء الله. الفنان الكبير الفنان شريف الششتاوي. مش كبير ولا حاجه. كبير مقام يا فنان. الله يكرمك. الله يخليك. انا حابب اسال حضرتك، ايه امنياتك لمصر العام الجديد 2018؟ ان كل حاجه تبقى في سلام ومسالمين وحلوين، يعني مش عايز الجو اللي احنا بنعيشه ده، يعني مش عايز ارهاب، مش عايز يعني حاجات، عايز صفاء، عايز هدوء، عايز يبقى في سلام وفي محبه. بالظبط، عايز حياه حلوه. تمام. ان شاء الله تبقى حياه حلوه، تبقى عام جديد سعيد على جميع شعب مصر والدول العربيه كلها باذن الله. باذن الله. الشاعر المتيم في حب مصر، الشاعر رأفت حسن. حابب اسال حضرتك، تتمنى ايه لمصر في السنه الجديده ل 2018؟ اتمنى من شعب مصر الاول ايد واحده يا شعب مصر. اقفوا خلف رئيسك، محدش هيقدر عليك، لا عدوان خارجي ولا داخلي، طول ما احنا ايد واحده. والرئيس انت سنده، واتمنى وان ارجو ان يرشح السيسي نفسه، لان شرف لينا ان السيسي رئيسنا.
تمام. وان شاء الله اللي جاي احسن، واللي عمله في 3 سنين والله غيره محتاج قرون عشان يعمله. فمصر بخير طول ما احنا ايد واحده ومتحدين. ما تخافوش يا مصريين. تمام. الفنان شريف الششتاوي، ايه اعمالك الخاصه بيك اللي انت غنيتها بصوتك؟ عملت أغنيتين دويتو مع مطربة اسمها ليا البسوسي، كانت رومانسيين. وعملت أغنية للشهيد من بعد الحدث اللي هو بتاع الواحات والعريش. وعملت برضو 3 أغاني سنجلات لوحدي. وعملت من أسبوعين كده أغنية لرأس السنة إن شاء الله، ونازل أغنيها بإذن الله في حفلات يعني. ان شاء الله. طب ممكن نعرف اسامي الاغاني اللي انت غنيتها لوحدك؟ لوحدي عملت كتر الغلطات، وعملت قالوا إني، وعملت اوعى تصدق. تمام. اوعى تصدق دي ألحان الموسيقار شاكر الموجي، لأن هو برضو صديق يعني. فعملت معاه الأغنية دي وآخرها أغنية بابا نويل. بابا نويل. آه. دي اللي ان شاء الله هتسمعنا النهارده في الاستوديو. إن شاء الله. ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب. الشاعر المتيم في حب مصر شاعر رأفت حسن، يا ريت تسمعنا قصيده في حب مصر شاعرنا. انا لقب شاعر متايه في حب مصر. هقول قصيده لمصر ام الدنيا، وقبل ما اقولها هقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. لو كنت مهرة انا خيالك، عاشق رمال صحاريكي وجبالك. لكن يا بلدي القلب مش عاجبه حالك، والعين بتسأل ايه اللي جرالك. صعبان عليا اشوفك محتار بالك، والاخ بيدوس على اخوه وبدمه يروي ترابك. كلنا كنا ايد واحد على اعدائك، تنادي لب الندى في مساكي وصباحك. مسلم مسيحي كلنا احبابك، ونفترقنا في يوم بنتلاقى على بابك. تجمعنا المحبة ونشتاق لك في غيابك. ليه الفراق يسود أولادك؟ وإن قلت نعم أو لا أكون من أعدائك. أنا اتولدت حر وحموت حر على ترابك، عايشة في خيالي وفي قلبي مكانك. من أيام الفراعنة وانت صامدة صمود جبالك. مصر أقوى من الزمن ومسيرها جيالك، تدوس على كل البحن لما يهل هلالك. وهل هلال السيسي، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، ويحيا رئيس السيسي. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. جميلة شاعرنا جميل. الفنان شريف الششتاوي، حابب اسال حضرتك، ده اسم شهرة شريف الششتاوي ولا ده فاميلي نيم؟ لا، اسمي اصلا شريف عبد الله مصطفى الششتاوي. وطول عمرهم بقى بيقولوا زي اي حد شريف الششتاوي. وساعات كانوا يقولوا لي الششتاوي يعني. ده اسم الشهرة بتاعك يعني. الفاميلي نيم شريف الششتاوي. بقى اسم عيلتي يعني، ما فيهوش اي تغيرات. اسم جميل وربنا يوفقك باذن الله. الفنان شريف الششتاوي، حابب اسال حضرتك، مين مسك الاعلى من المطربين؟ المطربين القدام ولا الجداد؟ القدامى والجداد. القدامى التوب بتاعي محمد فوزي. الفنان محمد فوزي. ويليه بالنسبه لي انا، بس طبعا يعني انا كل واحد له رايه يعني. يليه فريد الأطرش وعبد الوهاب وعبد الحليم. تمام. بس الاساس عندي انا كاحساس بقى وطرب وبعيش معاه هو محمد فوزي. محمد فوزي هو فنان محمد فوزي رحمه الله، من الفنانين الجمال، وياما غنى لمصر والاطفال، يعني حاجه جميله جدا. بالظبط. احساسه بيعجبني يعني. تمام. شاعر رأفت حسن، حابب اسال حضرتك، ايه اهم الاحداث التي حدثت في العالم 2017 وشدت انتباهك؟ هو أكبر حدث نجاح ترامب في الانتخابات الأمريكية، اللي احنا تفاعلنا بيه خير، والقرار اللي خده قرار باطل. والسيسي كسبه في جميع المجالات في مجلس الأمن، وكسبه في جميع المجالات. وبرضه قدس عربية وصداقة العربية مدى الحياة.
فأهم فده كان نجاح في الانتخابات الأمريكية، وكان نجاح غير متوقع. ده أهم الأحداث اللي حصلت 2017 في رأيي. تمام. الفنان شريف الششتاوي، طبعا أنا حابب اسمع من حضرتك، او ممكن تسمعنا اغنيه من اغانيك المفضله اللي حضرتك حابب تسمعها للساده المشاهدين، وتكون اغنيه خفيفه وجميله كده ان شاء الله. بس بعيد عن راس السنة دي ولا لا اتفضل حضرتك، يعني لو حابب أقول حضرتك حاجه بعيده عن في راس السنه كذا اتفضل. حاجة ماشي غيرها أوكي. يعني. ماشي اوكي. تمام. في أغنية كده فيها شقاوة كده. اتفضل حضرتك. بدور عليكي وبحلم في يوم ألاقيكي، وعمر اللي جاي أعيشه ليكي، وبكرة تشوفي بعينيكي، وبحبك قبل ما اتولد، عايز حد يعترض، انت اصلا مكتوبة لي ونصيبي ولا كلامي غلط، بحبك قبل ما اتولد، عايز حد يعترض، انت اصلا مكتوبة لي ونصيبي ولا كلامي غلط، انت مراتي حبيبتي وبكرة هتبقي ام عيالي، انت حبيبة قلبي ومن الليلة دي بقيت حلالي، وكل ليلة بغنيلك قولوا يلا معايا، بحبك قبل ما اتولد، عايز حد يعترض، انت اصلا مكتوبة لي ونصيبي ولا كلامي غلط. ده جميل جدا. هو حد يقدر يعترض على الحب لزوجته او تحية حياته؟ مني رايك يا شاعر؟ للزوجات الغالية. أنا مش حباها قبل ما اتولد، حبيتها قبل ما تخلق البشر. لا اغنيه جميله جدا، وهي شقاوه، وكل واحد طبعا بيحب هي شقاوة زوجته، بس تحب شقاوة كل بيتي. زوجاته. شقاوة بيتي اه. صوتك جميل الله يخليك. عفوا، صوتك جميل واغانيك جميله يا فنان يا جميل. ميرسي كده. ايه رايك يا فنان في صوت الفنان الجميل؟ احنا مش صوت بنقيم و- الفنان، بس انت ايه رايك في الاغنيه؟ صوت كله إحساس. أنا حسيت بالدفء، وحسيت إن التعبير وصل لي. هو ده الفنان، إن تحس بمشاعره وكلامه صادق. الكلام اللي بيطلع من القلب يخش القلب. فأنا إن شاء الله كده شايف إنه المستقبل واعد ومطرب صاعد. أتمنى له كل خير وتوفيق. شهادة حلوة. طبعا الشعر لا، دي حقيقة. شاعر عظيم زي اكيد حضرتك. طبعا شعر طبعا. متميز طبعا. وباحساسه. طبعا. فطبعا اكيد طبعا الشعر مع الفنان طبعا في كلمات تبقى طبعا متناسقه ان شاء بينكم، الله فهو طبعاً يعني شايف في حاجات جميله حاجات فيك يعني. كويسة بقى مع بعض ده ان شاء الله. يا ريت والله. شرف ده ليا يا فندم. ده يعني شرف كده الشاعر ليا. ممكن يكتب والفنان يغني على طول. طبعا. وانا طبعاً اسمع. ده الشرف ليا بقى. زدنا شرف يا فنان. أهلا وسهلا الله بيك. يخليك. الشاعر رأفت حسن مترجم في حب مصر، يا ريت تسمعنا يا شاعرنا اخر ما كتبت من قصائدك العاطفيه. آخر ما كتبت: عشقتك يا صبية، وعشت معاكي أحلى الذكريات، وكتبت اسمك على جبيني، وناديت عليكي ردة النجمات، يا عاشق والعشق غية، حبيبتك في الهية، دي كانت وردة مندية دبلت من العشق والآهات، قلت لا والله العشق هو الحياة، ومن غير الحب تموت الضحكة فوق الشفاه. حبيبتي كانت هنا جنبي، وكل يوم يزيد حبي، وهي بتلعب بقلبي، وهبتلها عمري، وكانت طوع أمري، ولما تأمرني كنت أطيع الأمر، ولما ترضى عني يحلى في ريقي طعم المر، وكانت أيام معاها بتمر كاللحظات، كنت أشوفها أجري عليها وأضمها، وأتوه في عينيها وأغرق في بحرها، ولا أرسى على بر. ما كنتش عارف مقدار حبها، ما كنتش عارف اللي في قلبها، وعشت معاها على الخير والشر، ومر بينا الزمان نرتوي بالنبع الحنان، وصحيت قبل الأوان ما لقيتهاش جنبي، ناديت عليها في الميادين،
فين حبيبتي ست الحلوين، واستنيت سنين وسنين لحد ما فقدت الامل وبكيت بدمع العين. وايه تفيد الدمعات وانا كنت لعبة في ايديها ضمن اللعبات، وكانت على قلبي ملكة ولا كل الملكات. يا خسارة حبي وعمري اللي فات، انساها يا قلبي، خلاص الحب مات. الله الله يا شاعر جميل. ايه رايك يا فنان في الكلام الجميل بتاع الشاعر؟ يعني ما هنقول رأي ايه يعني. يعني ده حاجة عظيمة. هو اساسا احنا نسمع بس يعني. رايك الرأي يهمني برايك وشرف أكيد ليا طبعاً، اسمع أكيد. رأيك. لا طبعا مفيش كلام طبعا على الشعر بتاعه. الله يخليك يا فنان، ده شاعر جميل طبعا، من شاعر وخصوصا متميز. كمان الوطني. انا يعني انا بحب يعني كتاباته الوطنية بصراحة رائعة يعني. هو متميز متيم في فعلا حب مصر، فلازم فعلا على طول يعني، فاحنا بنحييه طبعا. انا بعشق الاسم على تراب مصر. مسمى زي ما بيقولوا. طبعا ده شهادة من مطرب صاعد واعد هيكسر الدنيا ان شاء الله الله. يخليك. ان شاء الله. استاذنكم نطلع فاصل. اتفضل. اعزائي مشاهدي برنامج ايفنت المليجي، نطلع فاصل ونواصل مع ضيوفنا. اعزائي مشاهدي برنامج ايفنت المليجي، مساء الخير عليكم، ورجعنا لكم بعد الفاصل مع ضيوف الحلقه اليوم، الشاعر الكبير المتيم في حب مصر والشاعر رأفت حسن، والفنان الصاعد الموهوب الفنان الجميل الفنان شريف الششتاوي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. حابب اسال الفنان شريف الششتاوي، ما رسالتك التي تحب تقدمها للجمهور من خلال صوتك وفنك؟ انا بغني اللي انا بحس بيه، وانا بعمل حاجات خاصه يعني اكتر للعريس والعروسه اللي هم لسه بيتجوزوا، والحاجات اللي بتخص مثلا بيتي. تمام. يعني ممكن اغني مراتي زي ما حضرتك شفتها الاغنيه اللي فاتت جميل. دي، وبتبقى عامه بقى للناس. فهو ده اللي انا بحس بيه. تمام. وبعتبره ان هو ده لون فيا، وما بحبش ان انا احيد عنه. لما بتحصل حاجات بقى ايه يعني ظروف خاصة، مثلا زي حدث اللي هو العريش والواحات، برضو غنيته، بس ده بدافع الاحساس. انا ما تمام. كنتش يعني حابب. طبعا اتمنى، بس انا مش حابب ان انا اغني وطني. تمام. مش عشان حاجة، بس عشان انا امكانياتي او احساسي مش جايبني ان انا اغني وطني. انا عارف ان في ناس بارعة في الموضوع ده، بس انا غنيت الاغنية الوطنية دي لان انا اساسا كنت ضابط في الجيش، والشهداء للاسف كانوا ناس دفعتي وناس حضرتك. تحية للجيش. الله يخليك. تحية تعظيم لمصر. لمصنع الرجال الجيش المصري العظام. ربنا يخليك. هو حقيقي فعلا. فعملتها كده بدافع شخصي اكتر ما هو فني يعني. تمام. الشاعر رأفت حسن، طبعا جمهور ومشاهدين عارفينك ان انت متيم في حب مصر، فحابين نسال حضرتك قبل ما نطلع الفاصل عشان نشوف الاغنيه الجميله للفنان شريف الششتاوي، ايه رسالتك اللي تحبها برضك لشعب مصر؟ ربوا أولادكم على حب مصر، ربوا الجيل الصاعد على الوطن، حب الوطن. ربي جيلكم ولادكم على الانتماء، على الولاء، على حب الوطن. بلا وطن انت بلا قيمة. وقبل ما اقفل عيد ميلاد الأقباط وعيد ميلاد المسيح، وأعيد على كل الإخوة إخواتي في الوطن، وتسمح لي أقول بيتين للوحدة الوطنية. انا اسمح لك، بس نطلع بعد الفاصل تحت أمرك. ونسمع الاغنيه بتاعت الفنان شريف الششتاوي. شرف ليا. نطلع فاصل ونواصل، الساده المشاهدين نشوف اغنيه الفنان شريف الششتاوي. بعد رجعنا لكم بعد الفاصل، ويا رب يكون الاغنيه عجبتكم بتاعت الفنان شريف الششتاوي، ومعانا الشاعر المتيم في حب مصر الشاعر رأفت حسن هيقول لنا القصيده. اتفضل حضرتك شاعرنا. للوحدة الوطنية وعيد الأقباط. الله عليك يا مصر ساعة الصبحية، والورد في جناينك متفتحة مندية. طول عمرك يا مصر وانت قوية، عندك كرامة وعزة أبية، وزعيمة الأمة العربية. وكعوبك بدماء مصر متحنية. ما تقولش مسلم مسيحي
قول انا مصري انا مصرية. والله عليك يا شعب مصر، مية مية. رافع روحك فوق كفك، بتقدمها لمصر هدية. عاشق رمال صحاريها، وهي في عيونك باهية. الله عليك يا مصر، ساعة الصبحية. الله 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 عليك حضرتك. سعد الصبحية ومساء الخير عليك يا شاعرنا مساء جميل. الله. مساء مساء الأنوار. عفوا. ايه رايك في الكلام الجميل ده يا فنانة جميل؟ الله بس. الله اكبر. طب انا برضك الفنان شريف الششتاوي طالما عجبك الشعر وهو بيتكلم في القصيده بتاعته، حابب اسمع الاغنيه بتاعت راس السنه. راس السنة؟ اغنيتك الجميله اللي هي بتاعت بابا نويل. بابا يا ريت الساده المشاهدين يسمعوها ويا رب تنال اعجابكم ان شاء الله. ان شاء الله. الليلة نسهر طول الليل وحنستنى يا بابا نويل. الليلة راس السنة واليوم كده باين شكله جميل. سنة جديدة سنة سعيدة وحنحقق فيها أحلامنا. سنة حنفرح بيها نودع اللي بيتعبنا ويوجعنا. والليلة نسهر طول الليل وحنستنى يا بابا نويل. الليلة راس السنة واليوم كده باين شكله جميل. جميل. كل كل سنة سنه وأنت وانتم طيبين. طيبين. طيبة كل سنه وانت وبخير. طيب. اغنيه جميله يا كل فنان يا سنة وأنتم جميل. طيبين. دي بالنسبه لراس السنه والعام الجديد سنه 2018. كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك طيب. الشاعر المتيم في حب مصر شاعر رافت حازم، كل سنه وانت طيب. كل سنة والعالم بخير وسلام وأمان والمحبة بينهم لأعلى مكان. اعلى مكان. قبل ما اختم، نورت برنامج ايفنت الميريجي شاعرنا الجميل الشاعر رأفت حسن. أنا سعدت بلقائك وبهذا القرار المحترمة وهذا البرنامج المتميز، وشرفت بلقاء المطرب الصاعد الواعد الأستاذ شريف. الشرف ليا. واتشرفت بالفنان الصاعد الواعد الموهوب الجميل الفنان شريف الششتاوي. انا اكتر والله، والقناه وحضرتك واستاذ رأفت، يعني بصراحه انا اللي سعيد جدا. وانا سعيد برضك. صح. ولا شاعر جميل. كل عايز يبقى سعيد. احنا كلنا سعداء. كل عايز يبقى سعيد. ربنا يسعدنا جميعا. شرفتنا ونورتونا، والى حلقه قادمه مع نجم جديد وفنان جديد وشاعر. كل عام وانتم بخير وسنه سعيده على شعب مصر جميعا. امين يا رب. طيبين يا رب. هسمعك على مكعلي، ملي عينك دي ملي، انت بإيدك